لو انا قلتلك كلمة رمضان زمان، ايه اول حاجة هتيجي في بالك؟ ريحة الاكل قبل المغرب، ولا صوت مدفع الفطار، ولا الفوانيس اللي مالية الشوارع، ولا الزينة، ولا لمة العيلة، ولا الحاجات الحلوة الكتير اللي بنفتكرها من ذكريات رمضان زمان؟ لو تفتكروا السنة اللي فاتت زي اليومين دول كده بدأنا نستعيد ذكريات زمان، ونفتكر الذكريات الحلوة، ونفرح برمضان قبل قدومه. ان شاء الله هنبدأ واحدة واحدة كده نحس برمضان زمان اللي كان فيه بركة وفرحة مختلفة، ونرجع سوا الذكريات ونفتكر أجمل الحاجات اللي كانت بتخلي رمضان له طعم عمره ما يتنسي. من أحسن الذكريات ومن أول الذكريات اللي أول ما نقول رمضان زمان، الفانوس. الفانوس بتاعنا بتاع زمان، بتاع مواليد التمانينيات والتسعينيات. رغم ان هو مختلف عن دلوقتي، بس الفانوس له طعم وفرحة. سواء دلوقتي او زمان كان الفانوس من احسن الحاجات اللي بنحب نفتكرها في رمضان ونفرح بيها. في رمضان اول ما نقول رمضان بنفتكر على طول الفانوس. اول ما رمضان يقرب يبدأوا على طول المحلات بتاعت الفوانيس تفرش وتملى الدنيا فوانيس اشكال والوان عشان الناس يفرحوا ويفتكروا ان رمضان جاي. وكمان من الحاجات اللي بتفكرنا برمضان وذكريات رمضان زمان المسحراتي. كنا نستنى صوته في آخر الليل، اصحى يا نايم وحد الداي. رغم ان احنا زمان رمضان كان بيجي علينا في البرد وفي الشتاء، بس كنا بنحب المسحراتي وبنحب نشوفه، وبنحب أول يوم رمضان نستناه كده بالدقيقة والثانية لما يعدي ويقول اصحى يا نايم وحد الداي. كانت احلى ذكريات واحلى ايام. حاولنا كتير ان احنا نرجع الذكريات دي ونخلي ولادنا يفتكروها، ويخلي ولادنا يفرحوا معانا بذكريات زمان، ويعملوا ذكريات حلوة دلوقتي يفتكروها ان شاء الله لما يكبروا، ويفتكرونا كده ويفتكروا ذكرياتهم الحلوة معانا في رمضان. وطبعا ما ننساش شوارعنا في رمضان وقبل رمضان، بتستعد رمضان بريحة وطعم ولون مختلف. شوارعنا قبل رمضان من أول شعبان كده بتكون مليانة بالزينة، مليانة بعيال صغيرة بيلموا فلوس عشان يعلقوا الزينة، بناس كبار بيخططوا هيعملوا ايه في الشوارع والفوانيس في رمضان. كانت الشوارع كده تحس انها فرحانة برمضان، فرحانة ان خلاص رمضان قرب. الذكريات الحلوة دي في الشوارع كلنا بنحس بيها، تحس كده ان خلاص الناس طالما اتلموا في الشوارع كده وبدأوا يعلقوا الزينة، بدأوا يتفقوا هنعمل ايه في الفوانيس، بدأوا يتفقوا هندفع كل واحد كام في الزينة. ايه ده، هي فرحة رمضان قربت، هو رمضان قرب للدرجة دي، هي الذكريات الحلوة هتبدأ تاني. رمضان بالنسبة لنا بيصحي فينا مشاعر وذكريات وحاجات ما بتبقاش موجودة طول السنة، فبنستنى بفارغ الصبر انهم يعلقوا الزينة. احنا كرمضانيين بنحتفل من دلوقتي باننا بننتظر رمضان، بفرحة رمضان، بنشم من دلوقتي ريحة رمضان. بس طبعا اول ما كل الناس يبدأوا يحتفلوا معانا كده في الشوارع بنحس احساس تاني. المحلات كلها بتبدأ تستعد، الناس كلهم بيبدأوا يستعدوا، الدنيا كلها بتستعد، وبتحس كده ان الدنيا كلها بتقول رمضان جاي. يمكن الزمان بتغير، لكن أجمل حاجة نقدر نعملها إننا نحافظ على روح رمضان مع أولادنا، نحكي لهم عن ذكرياتنا، ونصنع لهم ذكريات جديدة يعيشوا بها طول عمرهم. دلوقتي قولولي، عملتوا ايه السنة اللي فاتت من ذكريات رمضان؟ وعلقتوا ولادكم برمضان ازاي؟ من دلوقتي كده ابدأوا احسبوا مع بعض، فاضل كام يوم على رمضان، باقي كام يوم على رمضان، باقي كام يوم على فرحة رمضان، هنستعد لرمضان ازاي؟ احنا بنحسب احنا بالنسبة لنا كرمضانيين لرجب، باقي كام يوم على رجب، هنبدأ من أول رجب كده نستعد لرمضان وفرحة رمضان أكننا دخلنا في رمضان. فمن دلوقتي نستعد مع أولادنا، ونبدأ نعد، ونبدأ نحسب، ونخليهم كمان يحسبوا معانا ويقولوا لنا فاضل كام يوم على رمضان. ونبدأ كمان نخطط كده خططنا بتاعت رمضان بتاعت كل سنة، ان احنا نعمل كام حصالة كده. احنا عاملين حصالات من اول رمضان ما خلص السنة اللي فاتت، هنعمل حصالات لرمضان. اللي ما عملش هيعمل حصالات جديدة، اللي عمل هيزود حصالاته، حصالة للخير اللي هنيجي في اول رمضان ونطلعها كده لله، نعمل كرتونة رمضان حلوة ونطلعها لله. حصالة تانية نعملها لبس العيد، حصالة تانية المكسرات رمضان وحاجات رمضان.
نعمل الحصالات ونعمل وما نقولش احنا ما معناش مش هنعرف نحوش، احنا ما معناش حاجة فايضة عشان نحوش ونعمل حصالات. لو عملتي حصالة وحطيتي فيها كل يوم اي فكة فايضة معاكي، بعد شوية هتلاقي فيها مبلغ محترم، هتلاقي فيها حاجة ممكن تكملي عليها وتعملي حاجة حلوة. جربناها السنة اللي فاتت وعملناها مع بعض السنة اللي فاتت ووفرنا من مفيش مبالغ، عملنا بيها حاجات حلوة قوي قبل رمضان وبعد رمضان وفي رمضان. فما تستهونيش بالفكة اللي انت بتحوشيها، ما تستهونيش بالحاجة البسيطة اللي انت بتحوشيها في الحصالة. الحصالة بعيد عن ايدك بتحط فيها اي حاجة فايدة معاكي. النهاردة استوقنا وجبنا طلبات الاسبوع مثلا من الخضار والفاكهة وطلبات البيت، وفضل معايا من التسوية 15 جنيه حطيتهم في الحصالة. خلاص لو فضلوا في ايدك هيتصرفوا في حاجة ملهاش اي لازمة، انما لما يتحطوا في الحصالة خلاص اتشالوا على جنب. يوم تاني بنحمس ولادنا انهم يحوشوا معانا، خدوا مصروفهم مثلا، جابوا حاجة بسيطة، بقية المصروف هنشيل المبلغ ده رمضان. عوديهم كده انهم يحسبوا ويستعدوا رمضان من دلوقتي، وكل اللي معاه فلوس يستعد بجزء رمضان. هيجوا في اول رمضان كده وافتحوا الحصالات ويلا نعمل لرمضان بقى، ويلا بقى نستعد بجد رمضان من الفلوس اللي احنا حوشناها. ساعتها فعلا هيفرحوا وهتكون فرحتهم قد الدنيا، وكمان هيحسوا قد ايه ان رمضان حاجة مهمة، وقد ايه رمضان فرحة لازم نستعد لها من بدري. تخيلي كده يجي يفتحوا الحصالة في رمضان ونقول مثلا المبلغ ده هنعمل بيه كرتونة رمضان ونوديها لحد احنا عارفينه محتاج، جارنا بعيد عننا، اي حد نعرفه. شوفي فرحتهم هتبقى عامله ازاي. بقيتي الفلوس هنقسمها كده ويلا نجيب يميش رمضان وحاجات انا ما كنتش عامله حسابها وما بعيش فلوس ان انا اجيبها، شويه بلح، شويه كركديه، شويه تمر هندي، حاجات حلوه رمضان. شوفي فرحتهم بيها هتبقى عامله ازاي. جزء تاني مثلا من الحصاله انت كنت عاملاه على جنب كده كتير شويه، يعني الفلوس كانت بتفضل شويه. احنا دلوقتي في الصيف ما بناخدش دروس، فلوس الدروس متوفره، هي مش متوفره، هي بتتصرف في البيت. فاحنا نحاول نقول ده احنا بناخد درس مثلا، درس واحد مثلا، وفلوس الدرس دي نحوشها على جنب كده لقدوم رمضان، لأول رمضان، لفرحة رمضان، لحاجة حلوة كده تعمليها في أول رمضان تفرحك وتفرح عيالك. تشتري زينة رمضان، تشتري لهم حاجة جديدة في البيت كده يفرحوا بيها، تشتري لهم فوانيس رمضان، تشتري اليميش اللي قلنا عليه، تعملي حاجة يفرحوا كده ويستعدوا ويعرفوا ان رمضان جه ورمضان فرح. فما تستهونيش بالحاجات البسيطة اللي احنا بنعملها كستات بيوت. ايوه كلنا ما معناش، وكلنا الدنيا ضغطانة، وكلنا ما بنعرفش نوفر، بس لو عملت الحصة اللي احنا بنقول عليها دي ورميتي فيها كده كل يوم حاجة بسيطة، بعد فترة هتلاقي الحاجة البسيطة دي مبلغ محترم. شفتي على اليوتيوب ناس كتير بيقولوا احنا بنحوش نجيب ذهب وبنحوش نجيب مش عارف ايه والكلام ده. ما معناش ان احنا نعمل الحاجات دي، بس معانا ان احنا نفرح نفسنا ونفرح عيالنا ونفرح قلوبنا برمضان، ونعمل ذكريات حلوة لولادنا يفتكرونا بها كده بعد ما نموت، ويفتكروا الذكريات الحلوة اللي احنا احيناها فيهم كده، وبقى عندهم حاجة حلوة يفتكرونا بها في رمضان. هيجوا هما كمان لما يكبروا يعودوا ولادهم على الذكريات الحلوة في رمضان، ويبقى لهم. انتي عارفة احنا دلوقتي في الدنيا والغلا والعيال وكل اللي حوالينا، تحسي ان كل حاجة كآبة كده، وكل حاجة مش مدياكي راحة في الدنيا كده. لما تيجي وانت قاعدة كده تفتكري رمضان، يا على رمضان واغاني رمضان وذكريات رمضان، بتحسي ان قلبك نفسه بفرح. فليه نستخسر في نفسنا الفرحة الحلوة دي من دلوقتي كده؟ نفتكر مع بعض ذكريات رمضان وفرحة رمضان، ونفرح ونفرح عيالنا كده، ونخلي نفسنا كده تتجدد تاني، ونبدأ نشم روايح رمضان من دلوقتي، ونبدأ من دلوقتي نستعد من لرمضان. ما نقولش بقى ملناش دعوة بالناس اللي بيقولوا رمضان لسه بدري، انتوا ناس ازاي بتستعدوا رمضان من دلوقتي، مش عارفة ايه. احنا بندور على فرحة، بنسرق من الزمن فرحة. العمر بيجري بينا واحنا مش عارفين نلاقي فرحة كده نتمسك بيها. فاحنا دلوقتي بنحاول نمسك في فرحة احنا بنحبها، اللي هي فرحة رمضان وذكريات رمضان. فاحنا بنستعد لرمضان قبل رمضان بشهور، بنستعد لرمضان قبل رمضان بأيام.
بنستعد لرمضان من اول ما رمضان التاني خلص، من يوم عيد الفطر بنحسب لرمضان ونستعد لرمضان. احنا ناس بنحب ندور على الفرحة ونشوف الفرحة فين وناخدها. ما تستخسريش في نفسك فرحة، ما تستخسريش في ولادك فرحة. من دلوقتي كده فرحيهم، وروحي اشتري حصلتين كده من اللي ب10 جنيه، ويلا يا ولاد نحوش لرمضان ونستعد لرمضان ونعمل ذكريات حلوة ان شاء الله ان شاء الله نفتكرها في رمضان اللي جاي. كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله مع بعض كل سنة هنستعد لرمضان وذكريات رمضان، ونعمل إن شاء الله أحلى ذكريات مع بعض نفتكرها لما نكبر إن شاء الله كده ونعجز ونقول كان عندنا قناة بنفتكر فيها ذكريات رمضان.